لقيت هاد البودكاست هذا مؤخرا كيهضر على شنو خصو الراجل يدير في العلاقة الزوجية وشنو المرأة خصها دير إلى آخره. ويعني بغيت نعطي التعليق ديالي شي شوية لأنه أي واحد عنده ميكرو كينوض يدير بودكاست بحالي أنا. فقلت يعني نعطيو التعليق ديالي، والصراحة أنا تفرجت فيه في التعليق ديال مروان الحرسي، يعني واحد اليوتيوبر كيعجبني بزاف. يعني دار واحد التعليق عليه وأنا متفقة معاه في كاع داكشي، وقلت زعما من الأحسن ندير زعما حتى واحد وجهة النظر ديال أنا كامرأة زعما نعلق على هذا البودكاست هذا. فأولا ما كيعجبنيش فاش في هذا البودكاست هادو شنو الدور المرأة والرجل وداك الشيء كيبقاو يقولوا الذكر والأنثى. يعني فاش كتقول الذكر والأنثى بحال اللي كتختزل داك القيمة ديالنا كاملة كإنسان كتختزلها في الأعضاء ديالنا التناسلية. يعني ما كتعجبنيش نهائيا التسمية ديال الذكر والأنثى، وكتجردنا من الإنسانية ديالنا وداك اش كنقولوا الاختلاف اللي فينا. يعني حنايا راه ماشي غير أعضاء، راه حنايا واحد المجموعة ديال الحوايج، وما نقدروش نقولوا المرأة هكا هكا والراجل هكا هكا. حنا راه انسان، حنا راه فينا كلشي. يعني كتلقى نساء مهندسات، كتلقى رجال كيديروا اعمال البيت، كتلقى راجل كيعتني بولادو، كتلقى مرأة كتسوق طيارة. يعني ما بقاوش، يعني حنايا راه بزاف د الحوايج، حنا راه ماشي غير ذكر وانثى، حنا راه انسان. ونقدروا نقولوا كاينين شي حوايج كيميزوا كل واحد. مثلا المرأة غادي تحمل هذه ولكن حنا كنبقاو انسان. اول حاجه يعني نقولوا مرأة ورجل ماشي انثى وذكر بحال الحيوانات. أم... تاني حاجه في هذا البودكاست ما عجبتنيش هو ان يعني بحال اللي ما كيعجبنيش يعني تكون عندنا واحد الفكره مسبقه، هذا خصو يدير وهذا خصو يدير. مثلا انا فاش كنخرج مع شي حد ما عمري ما كنقول هو حيت راجل خصو يدير هادي، ولا انا حيت مرا خصني ندير هادي. يعني غالبا داك الشيء راه خصنا نديروه بجوج بينا. مثلا انا اللي قلت ليه المره الاولى نخرجوا مع بعضياتنا، يعني مثلا المره الثانيه يعني غنتسنى هو يقولها، ومثلا الا ما قالهاش نقدر يعني نهضر معاه وهادي. يعني ما كاينش شي ادوار فيكس، ما كاينش شي ادوار فيكس يعني في العلاقات. زي الراجل خصو يدير هذا، خصو يدير ولا ما عرفتش، هو خصو ديما يخلص عليا ولا. المهم هادشي غبي بزاف، هادشي كل علاقة وكيفاش، كل اشخاص وكيفاش. انا الصراحة اغلبية كتهمني داك الشخصية ديال داك الشخص، واش هو انسان ظريف، واش هو انسان يعني كنتفاهم معاه، واش هو مادو كيبقاو دي ديتاي وكيبقى الكومونيكاسيون. يعني نقدر مثلا نقول ليه انا كتعجبني هادي، انا كنبغي هادي، ولا هو مثلا يقولها ليا. يعني كيكون واحد الحوار في الكوبل، ما كيكونش داك انا كنتوقع هو راجل غيدير هادي وانا كنتوقع انا مرا غندير هادي. يعني داكشي شويه الخيال العلمي، وداك المسلسلات اللي كيديروا لنا بها غسيل الدماغ اللي ما عمرها ما كتكون في حياة الواقع باي ذا واي. وكما قلت لكم راه كل واحد والظروف ديالو. مثلا يقدر يكون داك الشخص ما كيخلصش عليك كل مره حيت هو يعني المستوى ديالو ما كيخليش. تقدر تكون داك المراه ما هاديش حيت هذا. يعني ما بقاوش يعني نديرو راسنا في واحد الادوار. وابخي ابخي زعما كاينين الناس الخايبين، ولكن ماشي هذا ماشي معيار باش انك تقول المراه خصو يدير هادي خصها دير هادي والراجل خصو دير هادي، وإلا ما داروش راه صافي راه ما عارف شنو. داكشي ابعد داكشي. ثانيا الحاجه اللي ما عجبتنيش هو انها كتقول المراه ما كتختارش. يعني كتقول انا الراجل غيمشي يختارني. صراحه جوبونس هذا واحد الخطا كيديروه النساء بزاف، انهم كيقولوا انا ما عمري ما غنختار، انا هادي. لانك بكل بساطه يعني الا ما اختاريتيش نتيا راه غتطيحي في شي واحد تقدري تكوني ما مجادباش ليه جسديا، تقدري تكوني ما كتفاهميش معاه، يعني ما فهمتش هاد القضيه علاش ان الراجل اللي خصو يختار زعما شكون انا نعجه. يعني بجوجكم كتختاروا بعضياتكم.
آآ طبعًا خص داك الاهتمام يبان من الطرفين، خص نتيا تباني مهتمة بيه وهو يبان مهتم بيك، زعما ما كتجينيش ما عرفتش أنا نبقى بحال شي نعجة وكنتسنى شي واحد يجي يختارني، ما عرفتش شحال من مرة مثلًا كنكون أنا في الdating apps أنا اللي كنقترح على شي حد نخرج معاه، وزعما كتجيني حسن مثلًا نقول لشي واحد واش نخرجوا مع بعضياتنا، حسن كتجيني أنه هو يقول ليا زعما نتيا تخرجي معايا. كنفضل أنا بعدا شخصيًا كنفضل أنا نختارو، طبعًا كنتسنى الشخص الآخر حتى هو يبين أن عنده اهتمام، يعني إلا كنت غير أنا كنقول غنخرجوا غنديروا هادي راه c'est une relation à sens unique، يعني كتسنى داك الشخص يتبادل معاك حتى هو زعما يقترح حتى هو هادي ماشي تبقى غير نتايا اللي كدير المبادرة، ولكن ما كيمنعش أنك حتى نتا راه كتختار. ولا كتبدي الاهتمام ديالك ولا شي حاجة بحال هكا. فريمون هادشي فيه غسيل الدماغ، هادشي ديال الراجل كيدير والمرا كدير وهادي كدير، ما الصراحة ما عرفتش هادشي واش خدام اصلا. هاد جو بونس هادو بجوج هادو اللي في البودكاست ما مزوجينش، حتى انا راه ما مزوجاش، انا راني بايره، ولكن زعما ما كنقولش لكم انا هادشي اللي كنقول لكم راه الحقيقة المطلقة. آه، والحاجة عاوتاني اللي ما عجبتنيش هو انهم كيبقاو كيعايروا بزاف الرجال، كتبقى تقولك شكون سحاب لي عند راسو، هادي يعني ما عرفتش زعما واش زعما نقدروا نهضروا على العلاقات بلا ما ندمروا بلا ما نطيحوا من الشخص الاخر. انا مثلا ما عرفتش الا خرجت مع شي واحد وما احترمنيش ولا شي حاجه، صافي الله يعاون الله يعاون وصافي، علاش غنبقى انا نعاير في هذاك الشخص وهادي صافي. يعني حنا كاين في واحد السوق ديال العلاقات، كاين واحد السوق فيه الرجال والعيالات، كل واحد عنده المتطلبات ديالو، والناس كيتلاقاو، شي كيرفض شي كياخد شي، يعني بحال واحد السوق، هو زعما سوق ديال بصح. وطبعا الا كان عندك الفلوس غتكون عندك الاختيارات كتر، الا كنتي زوينه غتكون عندك الاختيارات كتر. المهم سي تا مارشي زعما بيسيكلي. هو المهم فيه شويه ديال الانسانيه، ماشي كاع مارشي، ولكن زعما كنقول الا عجبك شي حد هو داك، ما عجبكش صافي الله يعاون. زعما ما اش نبقى نقول مالو هذاك ما عندوش الفلوس، مالو هذاك ما كيصرفش، مالو صافي. ما بغيتيش الصرف ما بغيتيش هادي، الله يعاوننا ويعاونك. انا ما يعني انا ديجا راه عندي فلوس، يعني ما كنتسناش شي واحد يجي يدير لي شي حاجه بحياتي. كنصح كاع النساء يكونوا بحال هكا، يعني ما تسناش. وكاع واخا تبغي تولدي يعني تكونوا عندك فلوسك لداك الدراري، يعني هذه احسن حاجه، حتى ما تبقاي مطلقه وتبقاي تشوفي الراجل واش هادي وشنو كيتخلص وما عرف شنو ما عرف شنو. يعني ديري نتيا فلوسك وداك فلوس الراجل يعني يكونوا كماليه، ما غيكونوش هما الاساس. هذه نصيحه شخصيه ديالي، ابري زعما كل وحده دير اللي بغات. أم... كيما قلت لكم سي با لا بين اننا نطيحوا من الواحد، واننا جوبونس انا بوث كيديروا الاخطاء، الرجال كيديروا اخطاء والنساء كيديروا الاخطاء، وماشي سي با لا بين اننا نطيحوا مشي واحد ونضحكوا عليه ولا شي حاجه. يعني الانسان يحاول يصلح نفسه، الا ما قدرش يصلح نفسه راه ما عرفش، راه تقدر تبقى هكاك وتلقى شي حتى ما تعرف. واحد الحاجة أخرى قالتلك النساء كيكونوا نفسيا حسن من الرجال. هو عامة يعني تقدر تكون هاد القضية صحيحة، لأن الرجال كيكون عندهم واحد الغضب كبير، والنساء يعني كيتعلموا أكتر أنهم زعما فهمتي ما يديروش المشاكل، يقولوا واخا باغيين يقولوا لا، يكونوا ظريفات هادي. ولكن هادشي راه ما كيعنيش ان النساء راه عندهم واحد الصحة نفسية احسن من الرجال، ماشي ديما. لانه مثلا انا كنلاحظ بزاف العلاقات، طبعا كاينين رجال ظريفين، انا اصلا ما عمري زعما ما غنكون مع شي واحد كيتعصب زعما. انا غالبا كنكون مع اشخاص زعما هادئين بزاف، وكنلاحظ انه بزاف العلاقات مع هاد الاشخاص يعني النساء كيكونوا فيهم ستريس بزاف، وكيكونوا داك ستريس كيخويوه في الشريك ديالهم. يعني في العلاقه انت مثلا كيبان لك انت كتبان لك ان داك الراجل راه قوي الشخصيه وراه هادي وكتبقاي تخوي عليه المشاكل ديالك، تخوي عليه
ويعني الطريقة ديال التنفيس عندهم مختلفة، يعني حنا النساء مثلًا كيعجبنا نهضروا على المشاكل ديالنا باش نفرغوا، أما الراجل مثلًا فغيمشي يدير مثلًا غيمشي يكمي، غيمشي يشرب، غيمشي مثلًا يخون، المهم غيعبّر على داك المشاعر بواحد الطريقة أخرى. وطبعًا ماشي نقول زعما غير النساء ولا غير الرجال، حتى النساء راه ما يقدروا يكونوا هكا، غير هو أنا كنقول هاد الشي هو اللي كنلاحظو في الواقع بزاف، كنلاحظ أن فاش يعني بزاف د النساء فاش كيشوفوا داك الراجل يعني قوي كيبقاو يفرغوا عليه المشاعر ديالهم بزاف، وهاد الشي يعني ماشي صحي. فطبعًا كلشي خصو يمشي للطبيب النفساني، النساء ولا الرجال. آخر حاجة بغيت نهضر عليها هو أن النساء ما كيفكروش كاملين بنفس الطريقة، والرجال ما كيفكروش كاملين بنفس الطريقة. داكشي علاش ما كنقولوش الذكر والأنثى، يعني حنا ماشي داك الدجاجة اللي كتنعس كتسنى الفروج يجي ينقّص عليها ولا شي حاجة. حنا يعني كل واحد وكي داير، مثلًا أنا بالنسبة ليا ماشي مهم أن راجلي يبقى يخلّص كلشي وما عرف شنو، بالعكس يعني كنعطي القيمة أكثر للشخصية د الواحد، كنعطي قيمة أكثر لا complicité اللي بيناتنا، ماشي يعني ما كنحكمش عليه على معايير أخرى. وتقدر عاوتاني شي مرا باغا تولد دراري يعني غتكون عندها معايير أخرى، وشي مرا أخرى. والمهم وتا الرجال عاوتاني يقدروا يكونوا عندهم معايير مختلفة، فحنا ماشي شخص واحد، ماشي بحال الحيوان ذكر وأنثى. حنا يعني واحد أشخاص متعددين. وعاوتاني مثلًا كتلقى الفرق ما بين النساء اللي عندهم الفلوس واللي ما عندهمش فلوس. مثلًا شي مرا ما فيها ما تخدم غتكون كتر غتبقى تقول خاص الراجل هادي، خاص الراجل يدير. الصراحة يعني واحد الجانب كتشوف المرا كتولد يعني حياتها تقدر تمشي فيها بزاف د الحوايج. ما عرفتش الصراحة زعما خاص يكون شي حل زعما باش المرا تعوّض على هاد الشي. وربما ما عمرها ما تقدر تعوّض، يعني ما عرفتش شحال الراجل يقدر يخلصها باش أنها زعما جازفات بالحياة ديالها. أنا زعما إلا كنت راجل ما غنعرفش مثلًا شحال غنخلص شي مرا على هاد التضحية ديالها. فيعني هاد الشي compliqué بزاف. و وما عرفتش كيجيني كل واحد يدير اللي بغا واللي اللي كيوالمو ويكون تفهم من الطرفين، يعني ما تكونش واحد المقولة زوينة بزاف كنت لقيتها ديك النهار كتقول لك: أنا وياك ضد المشكل، ماشي أنا ضد نتا. يعني بحال هكا خاصها تكون بحال هكا خاصها تكون العلاقة. ما خصهاش تكون لا واه نتا هادي لا واه هادي لا واه هادي. خص يكونوا يعني بزاف ديال التفاهم. وصراحة هادشي راه صعيب بزاف. هادشي زعما ماشي بودكاست ديال 5 دقايق غيقول لك شنو خصك دير وكيفاش تكون عندك علاقة مثالية وهادي وهادي. راه هادشي compliqué وحنا إنسان، حنا واحد الكائنات اللي معقدة بزاف. وكل واحد شنو كيخدم ليه خص تكون هناك واحد الحوار، حتى كل واحد يصلح ذاته وكل واحد يطور من ذاته. فوالا. المهم قولي شنو الرأي ديالكم في هادشي في لي كومونتير، وديروا لي سبسكرايب باش نكمل في المحتوى ديالي الا كان كيعجبكم. والى اللقاء.